الهيئة السورية للتربية والتعليم، مشروع تنقيح وطباعة المنهج السوري. عملت الهيئة السورية للتربية والتعليم على تنقيح الكتب المدرسية للمنهج السوري لتغطي جميع المراحل التعليمية وفق أفضل الخبرات والمعايير، وذلك بإزالة كل ما يسيء إلى كرامة وحرية الإنسان والفكر الحضاري للإنسانية من نصوص وصور. انطلق المشروع بمشاركة فريق عمل لكل مادة من المدرسين العاملين في المدارس السورية في الريحانية من مختلف الدرجات الأكاديمية. وقد بدأت الفرق العمل على المشروع من مكتب مدينة الريحانية بمشاركة عدد من المختصين في برامج الحاسب الآلي والتصميم، حيث بدأت عملية تنقيح وتعديل الكتب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بشكل يومي وعلى مدى 24 ساعة حتى تم الانتهاء من هذا المشروع. أهم ما تم تنفيذه من مشروع تنقيح المنهج السوري: وبعد تنقيح المناهج جاء دور الطباعة والتوزيع، حيث التزمت جمعية قطر الخيرية بتمويل طباعة الكتب المنقحة لتوزيعها إلى المدارس السورية على الأراضي التركية. كما التزمت مؤسسة المغترب الدكتور عبد القادر سنكري للأعمال الإنسانية بتمويل طباعة هذه الكتب لتوزيعها إلى الداخل السوري المحرر. وبناء على ذلك توجهت الهيئة السورية للتربية والتعليم إلى أكبر مطبعة في تركيا، وتم الاتفاق على طباعة أعداد كبيرة من الكتب للمراحل الدراسية الأساسية وبسعر أقل من التكلفة المتوقعة. وتمت الطباعة تحت إشراف ومتابعة حثيثة من الهيئة السورية للتربية والتعليم، منذ بداية تحضير الأفلام إلى الانتهاء من التغليف ومرحلة التعبئة النهائية. وتم خلال عمليات الفرز والتغليف النهائي للكتب الدراسية تصنيف الكتب حسب المراحل الدراسية والمناطق التي سترسل لها، مع وضع شعار الجهة المانحة على الكتب الممولة من قبلها. ثم بدأت عملية التحميل والشحن والتوزيع، لترسل الكتب إلى المدارس السورية في تركيا وإلى المدارس في الداخل السوري المحرر، وكذلك إلى مدارس السوريين في قطر من خلال السفارة السورية هناك.